هذه الصورة التي هي أمامكم لمجسم وتصميم المركب الرياضي الجديد في ولاية ورقلة. ولكن السؤال الذي يبقى مطروح هو متى سيتم إطلاق هذا المشروع؟ هذا المشروع الذي هو يشابه تقريبا المركب الرياضي الجديد الذي انطلقت فيه الأشغال في ولاية بشار، ولكن في ولاية ورقلة لحد الساعة لم يتم انطلاق مشروع المركب الرياضي الجديد، والذي يتكون من ملعب كرة القدم بطاقة استيعابية تصل إلى 25,000 مقعد، وكذلك مسبح شبه أولمبي بطاقة استيعابية تصل إلى 1000 مقعد، إضافة إلى قاعة متعددة الرياضات، وكذلك ملعب مخصص لألعاب القوى وملعب خاص بالتدريبات. أما إذا ذهبنا إلى ملعب كرة القدم والذي تبلغ طاقته الاستيعابية 25,000 مقعد، فسيكون ملعب مغطى بالكامل وسيحتوي على كل المرافق التي تضمنها الفيفا في الملاعب التي تقوم بالمصادقة عليها، من خلال وجود أماكن الVIP وكذلك 4 غرف لتغيير الملابس، مداخل ببوابات إلكترونية، إضافة إلى أن الملعب سيكون مغطى بالكامل ولا يحتوي على مضمار لألعاب القوى، وسيكون ملعب بعشب طبيعي. إذن هذه هي أهم المواصفات الخاصة بالمركب والملعب الجديد لكرة القدم المتواجد في ولاية ورقلة. كان من المفروض أن تنطلق الأشغال في الملعب في شهر أوت من سنة 2024، ولكن الأشغال توقفت بسبب بعض العراقيل الإدارية، ولحد الساعة لم يتم عن الإعلان الرسمي لبعث هذا المشروع، والذي من المرجح أن يقوم ببعثه مدير السكن والعمران طارق بالعريبي كما فعل مع المركب الرياضي الجديد في بشار. هذا ما أردت أن أقدمه لكم عن تصميم المركب الجديد في ورقلة. إلى اللقاء.